البنت دي كانت هتبقى اشهر مغنيه في امريكا لولا اللي حصل لها. دي بنت اسمها كريستينا من امريكا، من وهي صغيره وكانت بتحب الغنى وكمان صوتها حلو، وحتى لما راحت الجامعه كانوا دايما كل اصحابها بيحبوا يسمعوها، لدرجه انهم اقترحوا عليها انها ترفع الاغاني اللي بتعملها دي على السوشيال ميديا. وبالفعل عملت كده، والاغاني لحسن حظها انها جابت ملايين المشاهدات. فمين شاف الاغاني دي؟ ابو وام سيلينا جوميز ذات نفسهم، وقرروا ان هم يتكلموا مع كريستينا ويعرضوا عليها ان هم اللي ينتجوا لها الاغاني ويخلوها مشهوره بشكل كبير. وكريستينا فعلا وافقت وبقت تعمل اغاني والبومات وصلت لملايين المشاهدات، وكمان بقى عندها معجبين كتير، وحتى بقت الصديقه المفضله لي سيلينا جوميز. لغايه هنا وكل حاجه زي الفل. تعالوا بقى نروح للناحيه الثانيه. لمين؟ للشاب ده. الشاب ده اسمه كيفن جيمس، شاب عادي جدا وهو وحيد وكمان انطوائي وعايش مع اهله. لكن كيفن ده كان بيموت في حاجه اسمها كريستينا، وحتى ما كانش بيكون في اغنيه او صوره بينزلها الا وهو شافها. ليه؟ لانه كان بيحلم ان هو في يوم من الايام هيتجوزها، لدرجه ان هو كان شغال على الموضوع ده وكان بيحاول ان هو يغير من شكله وكمان يصلح شعره واسنانه ويعمل دايت علشان يخس. وحتى كان بيحكي كل ده لاصحابه اللي معاه بالشغل، واللي كانوا شايفينه عبيط وبيضحكوا عليه لكنهم بياخدوه على قد عقل. لغايه ما جه في يوم من الايام راح الشغل لقى كل اصحابه بيضحكوا وبيتريقوا عليه. ليه؟ لانهم قالوا له ان كريستينا اللي انت بتحبها ونفسك تتجوزها دلوقتي اتعرفت على شخص وبيحبوا بعض هما الاثنين وهيتجوزوا. فهنا كيفن اتعصب بطريقه كبيره وقرر ان هو ينتقم من كريستينا. فتعالوا اقول لكم ايه اللي حصل. كريستينا دي كان عندها حفله في ولايه اورلاندو، نفس الولايه اللي عايش فيها كيفن. كيفن راح الحفله ودي كانت صورته مع الجماهير، وبعد ما كريستينا خلصت كانت دايما متعوده انها تسلم على الجمهور بتاعها وتوقع لهم. فمين كان من ضمن الجمهور؟ كيفن. بيجي الدور على كيفن علشان يقابل كريستينا، وكريستينا كانت شايفاه متوتر وحاولت انها تهديه عن طريق انها تقرب منه وتسلم عليه وكانت مبتسمه في وشه. لكن كيفن بيعمل حاجه غريبه في ثواني، وهي انه بيطلع مسدس من جيبه وبعدها بيطلق رصاص على كريستينا، واللي بنفس اللحظه دي كريستينا بتنتهي حياتها. فاخو كريستينا بيهجم عليه لكن كيفن بيهرب منه والشرطه مش بتقبض عليه. ليه؟ لانه يا جماعه بنفس اللحظه كيفن ده انهى حياته بنفس المكان.